تحدث بغوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تغلب على إنتر الإيطالي في المباراة النهائية مساء أمس السبت. وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة بي تي سبورت: أشعر بالإرهاق والهدوء والرضا، كان من الصعب للغاية الفوز بذلك اللقب. وأضاف: اللاعبون جيدون للغاية، أخبرتهم بين الشوطين بضرورة التحلي بالصبر. وزاد: يجب أن تحظى بالحظ، سواء تصدى لها ديرسون أو أهدروا هم الفرصة، كان يمكن أن يتعادلوا، هذه المسابقة مثل العملة، الأمر كان مكتوبا لنا في النجوم، التتويج. وتابع: لن نكن في أفضل مستوى لنا، بعد كأس العالم اتخذنا خطوة للأمام، لا أملك حاليا أي طاقة للتفكير في الموسم المقبل، نحتاج إلى الراحة، كانت الرحلة طويلة. وواصل: لاعبونا لديهم مباريات دولية الآن، على يويفا وفيفا التفكير في ذلك، البريمير ليج انتهى منذ أسبوعين أو 3 أسابيع، يجب على اللاعبين العودة وهذا كثير للغاية، سنبدأ من الصفر في الموسم المقبل.